السلام عليكم، السلام عليكم، عسلامة عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا لاباس، الصحة لاباس، كل شيء إن شاء الله يكون في خير ونعمة إن شاء الله. رجعت لكم أصدقائي وصديقاتي وأحبتي في الله، رجعت لكم فيديو جديد. لكن قبل ما تشاهدوا هذا الفيديو ما تنساوش إنكم تشتركوا في القناة، يعني كما تعرفوا إنه القناة جديدة. عاونوني بالبرتاج، عاونوني إن القناة تكبر، عاونوني إنكم تعملوا سبسكرايب، اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد. وابعتوا لي يعني فيديوهات، قولوا لي شنو شو تحبوني نعمل فيها القناة هذه. اكتبوا لي في الكومنتات شنو الفيديوهات تحبوني ننزلها ان شاء الله في الايام القادمة. وكذلك يعني ما تنسوش انكم آه، تعملوا لايك، يعني تعملوا جيم وتعملوا كومنتير وساعدوني، يعني ساعدوا هذه القناة باش تكبر. يعني تحبكم تتفرجوا الفيديو للآخر وانكم تبارتاجيوه يعني وانشروه في كل مكان. يعني قد ما تنشروه قد ما القناة ان شاء الله تكبر وان شاء الله تتحسن يوما بعد يوم ان شاء الله. ويلا الآن نتابع ونستمتع بهذا الفيديو. يلا. الركن الأزرق المقاتل الجزائري، هذا المقاتل صاحب عمر 28 سنة، الطول متر و86 سنتي، 78 كيلوغرام في الميزان الرسمي من الجزائر. يلقب أو عفوا مشاهدينا الكرام، يمثل فريق بلاك جيم المتواجد في دبي الذي يديره أمامنا، الذي نشاهده المدرب رضا، أمير رضا أمامنا على الشاشة، وأيضا المدرب ماثيو. المقاتل هارون بكا شاهدناه في العديد من المواجهات في داخل الدولة، وشاهدناه في بطولة الكي 1 الأولى في النسخة الأولى مع المقاتل الإماراتي إلياس، وأيضا انتهى النزال في ذلك الوقت في الضربة القاضية، وأيضا له مشاركات في بطولات الواكو، وله مشاركة أيضا في منظمة بريف إليت، وله أيضا مشاركات على المستوى الإفريقي، وشارك أيضا في 2019 في A1 ايفنت في تشاينا، وله العديد من المواجهات. تقريبا صالح الطول يذهب له بفرق 3 سنتي، لكن قوة بدنية يتمتع بها المقاتل ياسين بالركن الأحمر الذي نشاهده أمامنا على الشاشة، واللي متواجد معاه على الزاوية الحمراء الكابتن أيوب أحمامو والكابتن حامد. الكابتن أيوب طبعا من المقاتلين أيضا صاحبين باع طويل في رياضة الكيك بوكسين والكي 1. Ladies and gentlemen, referee Kohan Simarina will now be giving his final instructions to the kickboxers. Shake hands. Fair play. When I said stop, everything stop. Okay? Good luck. إذا نشوف طاقم تحكيمي من الاتحاد الدولي الواكو، وأيضا حكام من دولة الإمارات، حكام محليين. شوف التطور الملحوظ لحكامنا، شوف هاي الطلة الحلوة من سماء أبو ظبي، وهنا قصر الإمارات. أجواء أكثر من رائعة وجميلة. إذن الجولة الأولى تبدأ. نشوف ما زال جس نبض في هذه الثواني الأولى. يحاول ياسين يوجه ركلات على مستوى الفخذ. حلو، هون في كان تريك وإغلاق للمسافة ومن ثم ضربة هوك على مستوى حلو، ركلة على مستوى الجسد لا أدري هي التي أدت إلى سقوط اللاعب، لكن يبدو المقاتل ياسيني سيتبع نهج المسافة وضرب الركلات على مستوى الجسد، وهنا يستفيد من الهجوم المضاد اللاعب هارون بكا ويستفيد من هذه الضربات المضادة. جميل، حلو، ركلة على مستوى الفخذ أيضا. نشوف واحدة بواحدة، نشاهد نزال جميل في هذه الثواني الأولى والدقيقة الأولى، ونشوف ما شاء الله يعني قوة بدنية لصالح تقريبا المقاتل ياسين، وطول أطراف وسلسلة هجومية جيدة ووتيرة هجومية حلوة. باك سايد كيك من المقاتل هاروني في الدقيقة
الثانية من النزال على مستوى الضلع تسقط المقاتل ياسين بكا. وهنا حكم النزال ينهي هذا النزال. سلامات للمقاتل ياسيني، يا عساك ما تشوف شر. مبارك، مفاجأة كانت من المقاتل هاروني. والمقاتل هارون نشوف كان بالهجمة، يا ريت نشوفها يعني بالإعادة. كان هناك خطوة للخلف ومن ثم ضربة خلفية على مستوى الضلع اليميني من المقاتل ياسين. فاجأني فيها أنا المقاتل هارون صراحة، هذه الضربة وهذه الركلة. سلامات للمقاتل ياسين، يا عساك ما تشوف شر. نشوفها بالإعادة مشاهدينا الكرام، يعني خطوة للخلف. نشوفها كمان مرة، نشوفها. شوف خطوة للخلف جميلة، ومع دخول اللاعب جاءت على المستوى الجانبي. يعني أتوقع حتى المقاتل ياسين ما توقعها. ألف سلامة للمقاتل ياسيني، وصراحة فوز فاجأني فيه المقاتل هارون. شوف الخطوة اللي أخذها للخلف هنا بالإعادة، ذكاء ممتاز جدا. ومن ثم طلع ضربة باك فيست من المقاتل ياسيني، ومن ثم ضربة أخرى من المقاتل هاروني كانت باك سايد كيك على مستوى الضلع. مع دوران اللاعب راحت ضربة الباك سايد كيك من مستوى الهيل أو مستوى كعب القدم على المستوى الجانبي لضلع المقاتل ياسين. نشوف واضح أنه كانت الركلة قوية ومؤثرة على المقاتل ياسين. سلامات ويا عساك ما تشوف شر أيها البطل، ونتمنى لك إن شاء الله تقوم بالسلامة بأسرع وقت. Ladies and gentlemen, this bout comes to a stop by referee Gohan Simarina, calling a stop to the action at 1 minute and 30 seconds in round number 1, declaring your winner by KO to Haroon the Hitman Baka. إذن المقاتل هارون باكا المقاتل الجزائري يتوج بالفوز، وفوز مقنع. انتهى الفيديو أصدقائي، انتهى الفيديو. إن شاء الله فيديو كان فيديو حماس وعجبكم، وإن شاء الله نتلقاو فيديوهات تانية. مع السلامة.